معركة بدر وأسباب النصر مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله الذي أرسل رسله بالحق المبين وجعل شهر رمضان شهر انتصار وتمكين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قيلت أنه تمشى الحق مع الباطل ذات يوم، فقال الباطل للحق: أنا منك أقوى. فقال الحق: ولكني أنا أبقى. قال الباطل: خلفي جيش تحميني. قال الحق: وخلفي جنود بأرواحهم تفتديني. هذا الصراع أيها الأحبة الكرام عبر التاريخ تكرر، وملاحم الانتصار للحق كانت فيه قسب السبق في شهر رمضان، ونحن اليوم في 17 من رمضان، هي ذكرى الملحمة الكبرى في ذلك الوقت، معركة بدر التي فصلت بين الحق والباطل، وبينت كيف أن الحق ينتصر مع قلة العدد، والباطل سيهزم ولو كان خلفه جيوش العالم. رمضان شهر الانتصارات، ففيه معركة بدر، وفيه فتح مكة، وفيه معركة عين جالوت، والكثير الكثير الذي لا يزال التاريخ يقلب صفحاته عما فيها من أمجاد تلك الانتصارات. إن معركة بدر لم تكن كأي معركة، لذلك أعود إليها لأخذ أنا وإياكم الحكمة والعبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الأمر على الصحابة، وقد علم أن منهم من قد بايعه يوم العقبة، لا سيما أهل المدينة، فهل سيوفون بأوعودهم عندما تقع الملحمة الكبرى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر وتكلم عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقام سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ يعني أنت تسأل لكي نجيبك نحن؟ والذي نفسي بيده لو خضت بنا هذا البحر لخضناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى برك الغماد لفعلنا، فامضي يا رسول الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. بعد كلام سعد تهللت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وراح يبشرهم بالنصر، وراح يعد العدة ويجمع الجيوش ويضع الخطة. فإن النصر وإن كان من حق المؤمنين ومن حق أهل الصلاح، لكنه لا يأتي بدون أسباب وإعداد. جاء الحباب بن المنذر ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلل في الخطة. حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل، لم يرى الحباب بن المنذر من خلال خبرته العسكرية أن هذا موقعا يصلح أن يكون، لكنه قبل ذلك راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله؟ انظر إلى الصحابة وإلى فقههم، يعلمون أن الأمر إذا كان من الله فلو خالف منظورهم وخبراتهم فإنهم لا يمكن أن يعترضوا، لأنهم يعلمون الله ورسوله أعلم. فسأل مبادرا: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والخدعة؟ قال: هو الحرب والخدعة. قال: ليس هذا المنزل، إنما ننزل عند الماء فنشرب ولا يشربون.
فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة الحباب ونزل عندها ليعطينا نموذجا للقائد الفذ الذي لا يجد في نفسه صغرا ولا في مكانته ضعفا عندما يستجيب لأحد من رعيته أو جنوده وهو يصوب له ما يراه خطأ. هكذا تبنى الأمم، وهكذا تتحقق الانتصارات عندما تتكاتف الجهود جميعا لأجل تحقيقها. أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة ولم يبقى بيده من الأسباب شيء، هنا توجه إلى ربه بالدعاء. وهذا الدعاء أيها الأحبة الكرام ربما يظن البعض أن الدعاء أمرا سهلا وأنه ثانويا، أبدا، هو بذاته سلاح، لكن لا يجوز أن نتكل عليه من دون أن نأخذ بالأسباب. حينما نأخذ بالأسباب وتنقطع الحيلة من أيدينا نتوجه إلى رب العالمين، فمن ألهم الدعاء فقد استجيب له. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب يا رب، حتى سقط الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم، بل أشفق عليه أبو بكر ويقول: يا رسول الله إن الله سيعطيك، سيلبي لك دعاءك، فأشفق على نفسك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ألح في الدعاء؟ لأن هناك ثغرة في هذه المعركة، فعدد الكفار كبير وعدد المؤمنين قليل، عدة هؤلاء أكثر وعدة المؤمنين أقل، إذن هناك ثغرة لا تسد بالأسباب إنما تسد بالدعاء. وهنا يأتي دور الدعاء أيها الأحبة الكرام. ونحن نوشك الآن على أن نقبل على العشر الأخير من رمضان، حيث يمكننا أن ننظر ليلة القدر. فيا أيها الأحبة الكرام، معركة بدر تعطينا دروسا عظيمة، دروسا في تعاون القائد مع جيشه، دروسا في حرص الجميع على تحقيق الانتصار، فلا يكونون حجارة شطرنج يحركها القائد كما يشاء، بل هم متفاعلون معه يريدون أن ينجحوا ويصنعوا الانتصار معه. يعلمنا درس بدر أن الدعاء لا بد أن يكون في كل حال، ولكن لا تتكل عليه ابتداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ إليه إلا بعد أن وضع كل ما بين يديه من خطة وعتاد لأجل تحقيق النصر في معركة بدر. وقد تحقق الانتصار وصار ثوبا لبسه جميع أهل بدر، بل صار يوم بدر ميزة لكل صحابي حضر بدرا، فإذا ما قيل عن فلان أنه من أهل بدر علم أنه نال رتبة لم ينلها من أسلم بعده. مصعب بن عمير له أخ يقال له أبو عزيز. أبو عزيز وقع أسيرا عند أحد الصحابة. مر مصعب وأخوه أسير بيد الصحابي، فقال مصعب لهذا الصحابي: اشدد عليه لعلك تفتديه من أمه، فإن أمه ذات متاع. يستغرب أخوه أبو عزيز: يا أخي هكذا توصيتك بي؟ قال: هو أخي دونك، ما دام هذا مؤمنا فهو أخي، فأنا لا أوالي كافرا على مسلم، ولو كان هذا الكافر في أصله أخي نسبا، لكن هذا أخي دينا وعقيدة. هذا المعنى العظيم الذي طفى على ساحات النصر في بدر أعطانا معنى قيمة الأخوة، معنى أن نكون أخوة متحابين. هذا المعنى يجعلنا دائما أن ننظر في حاجة إخواننا وفي أمورهم. يقول له: اشدد عليه فأمه ذات متاع، من أجل أن يجعله يكسب. أنا أقول لك أيها الأخ الكريم، انظر في حال المرأة والمسكين واليتيم وأعطهم، وتذكر أن يوم بدر هو يوم الأخوة، يوم التراحم. فإذا لم نستفد من يوم بدر شيئا ولم نقدم لإخواننا شيئا ولم نغث أحدا، فيوم بدر بات صفحة من صفحات التاريخ تقرأ للعظة والعبرة، ولكن ليس هناك من يتعظ بها. قال الله في محكم تنزيله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي
في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا السلاح أعطاه الله تعالى للمؤمنين بعد أن لم يبقى بيدهم ما يفعلوه لتحقيق إنجاز النصر، فإذا بالنصر يتحقق بأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الأخذ بالأسباب لازم، والدعاء لازم، والإفادة من دروس بدر لازمة، ولا بد لنا أن نعلم في نهاية هذه الحلقة أن الأخوة هي أعظم درس نستفيده من بدر، فبها نصنع الانتصارات، وبها نغيث بعضنا، وبها نرفع شبح الجوع عن بعضنا، وبها نقوي مجتمعاتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أخوة متحابين، وأن يعيد انتصارات بدر في كل زمان وحين، وأن يغيث المسلمين مما هم فيه، وأن يعينهم ليستعيدوا مجدهم من خلال التزامهم بكتابهم وسنة نبيهم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.